صباح الورد والفل والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ بصوا الطاجن ده بقى حكايه كده. بصوا هو بيبقبق كده وطالع من الفرن مولع. طاجن تورلي خطير، هيعجبكم قوي. هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كميه اللحمه زي ما انت عايزه، تمام. هتجيبي اللحمه تقطعيها قطع صغيره. انا هنا لقيت السكينه بارده، هقول لك على حركه. كوبايه فخار المجات بتاعتنا من ظهرها كده، او طبق صيني ماشي عليه السكينه، هتلاقيها حميت قوي معاكي. ورحت ماسكاها مقطعاها كلها كده، تمام. ركنتها على جنب، وجبت بصلايه كبيره حلوه بشرتها بالمبشره كده، وحطيت عليها ملح وتوابل موني. والله هنزل التوابل بتاعت موني دي واعملها قدامكم واطحنها واوريها لكم، عشان ناس كتير قوي بعتت لي على الخاص ان انا انزلها فيديو. تمام، هي خلاص خلصت من عندي وانا هعملها. دعكتها كويس قوي وسبتها ايه كده مع نفسها شويه، وحطيت ميه سخنه على النار تغلي. وهنا حطيت زيت سخنت، نزلت باللحمه على طول، وفضلت اقلب فيها، عايزاها تاخد وش تحميره كده قبل ما انزل عليها بالميه. هنحط عليها ورق لوري وحبهان. تمام، الحبهان لما تحطيه مع الزبده واللحمه كده بيسخن، بيطلع ريحته، بيطلع ايه الريحه بتاعته، وبيطلع الرطوبه منه، فبيديله ريحه حلوه قوي. معلش على صوتي والله لسه البرد مبهدلني. تمام. بصي بقى، قلبتيها لحد ما خدت وش كده واحمرت، تنزلي بقى عليها بالميه المغليه كده، لازم تبقى ميه مغليه. تمام، قلبي كويس قوي كده، وهتديكي دقيقتين هتلاقيها غليت. هتشيلي منها الريم، بس الاول هنحط بصلايه. تمام، وتشيلي بقى الريم منها وتحطيها على النار تغلي. عقبال ما تغلي كده وتخش في 3/4 سوا او نص سوا، نص سوا اللحمه، عشان احنا مقطعينها صغيره هتستوي معاكي على طول، والصدمه اللي احنا اديناها لها. تمام، هتجيبي اي خضار بقى ولادك بيحبوه. احنا هنا جايبين بطاطس وكوسه وجزر وفلفل الوان وطماطم وكيس بسله بالجزر. هقطع قرن فلفل رومي كده اخضر وقرن اصفر، وجبت بصلايه حطيت عليها ملح وتوابل موني، وفركيها البصلايه كويس قوي كده. تمام، والطماطم بشرتها مش هضربها في الخلاط. هنحط الاول معلقه زبده حلوه كده وشويه زيت ذره يسخنوا. هننزل بقى ايه بالبصل، بس اسيبهم يسخنوا كده. رحت بقى مصفيه اللحمه، تمام. شلتها كده من الشوربه وهركنها ايه تهدى شويه عقبال ما اشوح البصل. الزبده بقى كده سخنت. انا مش عايزه اللحمه تستوي قوي في الشوربه، انا عايزاها بقيه التسويه تستوى مع مع الخضار، وتاخد من طعم الخضار ومن طعم بعضه. قلبتها بقى كده كويس قوي البصل، نزلت بيه كده في الزبده وقلبته بعد ما طبعا دعكناه بالملح وتوابل موني. قلبتيه كويس قوي كده. لو ما عندكيش توابل بتاعتي يعني اعملي السبع بهارات او توابل لحمه. هتنزلي بقى باللحمه وتديها تقلبتين كده، وتشيلي ورق الروري، وتفضلي تديها تقلبتين كده لحد ما البصل يتحمر مع اللحمه، واللحمه تتحمر كده في الزبده ويديك الشكل البني الحلو ده. هتنزلي بفصين توم متقطعين شرايح مش مهروسين، فصين توم كده متقطعين بشرايح، وشمي بقى ريحه التوم، ووسعي كده وحطي معلقتين صلصه عشان تضيعي الماده الحافظه اللي في الصلصه. وبعد كده 3-4 طماطمات وتبشريهم، وقرن فلفل اصفر وقرن فلفل اخضر. والخلطه دي خطيره، لو عملتيها وحطيتيها مع اي نوع خضار هيخليكي الخضار طعم قوي. انا بحب افتح كيس البسله واشطفه بشويه ميه قبل ما انزله، بحس كده ان هو بيبقى احلى. وبنزل بقى الخضار بتاعنا كله، تمام. وحطيت شويه 7 بهارات، وحطيت بقى حبه ملح كمان. هنزل بقى عليه الشوربه اللي احنا مظبوطه ملحها وكله، بس ما خلي بالك في الملح. هنزل بقى عشان احنا حطينا ملح دلوقتي في البصل، حاطين ملح في الشوربه. هننزل بقى عليها بالشوربه كده، بس هنصفيها. بصي الالوان، بصي الحاجه اللي تفتح النفس، حاجه كده تفتح النفس وتخلي الولاد ياكلوها تحفه. وعملتي بقى جنبيها شويه رز. الطاجن لازم تسخنيه، ما ينفعش تحطي سخن وهو بارد لا يطق منك، لازم يبقى الطاجن كده سخن، وتسمي بالله وتكوني مولعه الفرن، تسيبيه فيه 5 دقايق وتطلعيه تحطي فيه الخضار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سبته بس يا دوبك يغلي، مش تخلي الخضار يستوي ويتهري، لا، يغلي كده غلوتين 3، وتروحي بقى حطاه وقافله عليه بورق فويل زي ما انت شايفه كده قدامك. غطيته بالغطا ده شويه بس عشان الورق الفويل يقفل عليه كويس، وبعد كده شلت الغطا ورحت مدخلاه الفرن. ما تشيليش بقى ورق الفويل خالص غير لما كل الخضار يستوي، ياخد بقى الوش بتاع الفرن ده. بسم الله ما شاء الله، اللحمه دايبه والخضار كله مستوي وطعمه حلو قوي. بصي رز بقى عيش ومخلل كده حكايه، طاجن متكامل بكل انواع الخضار. بصي بوريكي اللحمه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. وكان طعمها حلو جدا، ومع الخضار والكوسه حكايه. جربوه، ما تنسوش تبعتولي كومنتاتكم الحلوه ولايك وشير ومتابعه حلوه منكم يا امارات، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ودمتم في رعايه الله.